مرحبا أعزائي المشاهدين، فيديو جديد وخبر جديد إن شاء الله سيكون عن مسلسل المتوحش. لقد نزل الإعلان الثاني ويعتبر جميل جدا أعزائي، وفيه الكثير من الغموض. أعزائي سنقوم الآن بتحليل هذا الإعلان وإليكم تفاصيل ورسميا موعد عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني إن لم يحدث هناك أي تغيير. وقبل ذلك تضغط لايك، تعملوا شير للفيديو، تشتركوا في خاصية الجرس لكي يصلكم كل جديدنا فور نزوله. طبعا إليكم التفاصيل. كما شاهدتم أحبائي في الإعلان أنه فعلا سيكون هناك مرور زمني وممكن أن يكون كبير جدا. وشاهدنا أيضا واستكشفنا واستنتجنا من الإعلان أن نصلهان هي من أطلقت النار على سرحان، ولكن لحد الآن أعزائي لم يتم بعد الإعلان عن انفصال هذه الشخصية. وكذلك شاهدنا أن نصلهان خرجت من السجن، أي تم القبض عليها، وهذا لا يعني أنها قتلته، لأن إن قتلته أكيد ستبقى في السجن لمدة طويلة. هذا يعني أعزائي أن سرحان من الممكن أن يكون متواجدا في الموسم الثاني، لأنها إن تم القبض عليها فقط بسبب محاولتها القتل والتعدي على سرحان. ما رأيكم ومن يتفق معي؟ وشاهدنا أيضا أعزائي في الإعلان أن من الظاهر أن يمان وألاز بعدما تم القبض على نصلهان تشتت شمل العائلة، وألاز ويمان كون ثنائي جميل جدا. سنشاهد هذا الثنائي وأحداثهم واتفاقياتهم ومغامراتهم في الموسم الثاني. شاهدنا أنهم اتفقا من الظاهر أنهم عاشا مع بعضهما البعض طيلة غياب نصلهان. وشاهدنا أيضا أن آسي رغم رفض ألاز للطفل وقررت أن تنجب هذا الطفل. وشاهدنا أن الطفل ليس بصغير ولكنه كبير قليلا، وهذا ما يعني أن نصلهان بقت في السجن إما لمدة 4 سنوات أو 3 سنوات. وكما قلت لكم هذا ما يجعلني أقول لكم بأنها لم تقتل سرحان، ولكن كان القبض عليها بمجرد أنها حاولت القتل أو محاولة القتل أو التعدي على شخص. وممكن كما قلت لكم أن يعود سرحان للمسلسل، ممكن لا، ولكن لحد الآن لا يوجد ولا خبر على انفصال سرحان عن كاست المسلسل. وهناك أيضا ملاحظات أخرى ملاحظات أخرى أن الكثيرين يقولون شاهدنا الكل في الإعلان إلا جسور وشغلة لن يظهروا في الإعلان. أكيد أعزائي لم تكون له مشاهد في هذا الإعلان، ممكن أن تكون مشاهد في الإعلان الآخر. وكذلك هناك ملاحظة أيضا بأن الرؤية لم تتواجد في الإعلان، وهي كان غيابها أعزائي ملحوظ جدا. وهذا ما قالت هذا ما جعل الصحفية بيرسين تجيب على الكل، وقالت هذا بالحرف. الصحفية بيرسين أجابت الكثيرين الذين تساءلوا عن عدم وجود أو ظهور سيماي بارلاس في الإعلان أي رؤية. وقالت أعزائي الصحفية بيرسين كما خبرتكم في السابق، شخصية رؤية ستعيش حدثا مفاجئا في العمل. هذا ما قالته أعزائي، ولكن هذا ليس بالرد الواضح. هناك غموض كبير. هل فعلا أعزائي رؤيا ماتت وكما شاهدنا في الإعلان الأول وشاهدنا قبرها، أو أنها ستختفي لمدة وبعدها تظهر؟ ولكن الكل سيتوقع أنها ماتت ولن يقول الكل أنها ماتت، ولكن كما قلنا لكم من الظاهر أن تظهر في أي لحظة وتفاجئ الكل، لأن لحد الآن كما قال صحفية بيرسين لا يوجد خبر انفصال سيماي بارلاس هي أيضا عن كاست المسلسل. هناك غموض كبير في شخصيتها وشخصية سرحان، أكيد سيختفيان لمدة وبعد ذلك سيظهران وتبدأ الأحداث من جديد بوجود هذين الشخصين. أما فيما يخص الأحداث الحلقة الأولى من مسلسل المتوحش الموسم الثاني،
أكيد ستبدأ أعزائي من لحظة خروج نصلهان من السجن وطلبها الزواج مع غوفين، وأكيد سيجتمعان طبعا في بيت غوفين، وأكيد سيحاولان أن يلموا العائلة ويجمعوا شمل العائلة ويعود الكل للعيش معا في بيت واحد. وهذا ما تكون قصة المسلسل في موسمه الثاني. وكما قلت لكم عندما تجتمع، أنا هذا توقعي الخاص، شاركوني أنتم توقعاتكم في التعليقات. أنا أتوقع أن رؤيا وسرحان سيختفيان والكل سيظن أنهما ماتا، ولكن بعد ما يتم جمع العائلة مرة أخرى وسيعيشون في سعادة كلهم مع الطفلة، وكذلك آسي وابنتها ابنتها أتوقع، وكذلك ألاز، وكذلك يمان وجسور وشغلة، كل سيجتمع. وبعد ذلك سيظهر سرحان وسيحاول مرة أخرى أن يشتت شمل العائلة مرة أخرى، وهكذا ستكون الأحداث. كما قلنا أيضا أن هناك انضمامات شخصيات كثيرة، والدة آسي التي ستغير الأحداث، وسنعرف شخصية آسي ومن هي عائلتها، وكذلك الشخص الآخر الذي قلنا انضم لكاست المسلسل. من يريد التفاصيل عن هذه الشخصيات يرجع إلى فيديو على قناتي بانضمامات متوحش في موسمه الثاني. نعم أعزائي، كما قلت لكم في فيديو سابق بأن الممثل الذي سينضم لكاست المسلسل هو شاب، الممثل هاكان تشلبي، انضم لمسلسل بشخصية أدم، شخصية مزعجة ومسببة للمشاكل وشكل كبير، سيتسبب في حادث صادم ومؤلم جدا ستعيشه شخصية آسي. سيكون أعزائي السبب في أن تكون آسي في مشاكل كبيرة، بالإضافة إلى والدتها التي ستظهر. إذن أعزائي المسلسل في موسمه الثاني سيكون مختلف تماما، وأحداث ستكون قوية. أما فيما يخص الإعلان، نعم أحبائي، إعلان فيه الكثير من الغموض، ولو أنكم ترونه أنه إعلان بسيط. نعم أحبائي، كما قلت لكم غموض، ولكن بخصوص شخصيتين بالأخص، شخصية رؤيا التي لم تظهر قط، وكذلك سرحان هل مات أم لا. وكما قلت لكم أحداث بعد الحلقة، أو ممكن يكون هناك إعلان ثالث نكتشف كل هذا. نتمنى لكم التوفيق ولمسلسل المتوحش. لا تنسوا تشاركوني رأيكم توقعاتكم أحبائي، هل فعلا رؤيا ستنفصل وستموت وكذلك سرحان، أو أنتم مثلي ترون أنهم سيعودان، خصوصا أنه لم يتم بعد الإعلان وبشكل رسمي عن انفصال الشخصيتين. أكيد عودة قوية، وعودة ستكون سيئة على العائلة، خصوصا بعدما تجمع حسن نصلهان العائلة وشمل العائلة مع غوفين وزواجها بغوفين. سيعود سرحان مرة أخرى ليشتت هذا الشمل، وتكون طبعا المشاكل بسببه كما كان دائما. ما رأيكم في هذا الخبر؟ لا تنسوا تتركوا لي لكم في التعليقات، ولكن كما أقول لكم دائما لا تنسوا تضغطوا لايك، تشتركوا، تفعلوا خاصية الجرس لكي يصلكم كل جديدنا فور نزوله. إلى اللقاء.